يا مساء الفل والرياضة على كل اللي بيشوفونا. الرياضة طبعا مش مجرد كورة في شبكة ولا ميدالية بتتحط على الصدر. الرياضة هي تاريخ، هي هوية، وهي الروح اللي بتجمعنا مهما اختلفنا. هنا في قلب برنامج دولة الرياضة هنفتح مع بعض صندوق الذكريات والبطولات والكواليس واللي مفيش حد غيرنا هيعرف يوصل لها. حلقتنا النهاردة هي الرحلة اللي بتبدأ من أول خطوة مشيناها كبشر وصولا للعالمية. لما بنقول دولة الرياضة لازم نرجع للأصل. المصري القديم ما كانش بيبني أهرامات بس، كان رياضي من طراز فريد جدا. بصوا للجدران دي، المصارعة، التجديف، الرماية، حتى التحطيم اللي بنلعبها في الصعيد لحد النهاردة. أجدادنا الفراعنة هم أول من وضعوا قواعد اللعب النظيف. ما كانتش بس وسيلة للدفاع عن النفس، كانت أسلوب حياة لبناء الجسد والعقل. من هنا انطلقت الشرارة اللي نورت للعالم كله معنى الرياضة. ومرت السنين وبدأت ملامح الرياضة الحديثة تتشكل في مصر مع بدايات القرن العشرين. سنة 1910 تأسس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأول مشاركة أولمبية في الفترة دي. مصر ما كانتش بس بتلعب، دي كانت بتنافس بقوة. ذكرياتنا مع جيل العمالقة، طبعا احنا هنا مش بصدد بقى ذكر أساميهم. هنتكلم برضو عن النوادي اللي بدأت كفكرة بسيطة وبقت قلاع رياضية بنفتخر بيها في دولة الرياضة. هنحكي عن الأيام اللي كانت الملاعب فيها مليانة بالحب قبل ما تكون مليانة بالمنافسة. وعشان احنا دولة الرياضة أو برنامج دولة الرياضة مش هنكتفي بالنتائج الرسمية، احنا هندخل الغرف المغلقة. هحكي لكم عن السر اللي خلى بطل عالمي يرفض ينسحب رغم الإصابة، عن الكواليس اللي سبقت أهم ماتشات القمة، وعن الدموع اللي انهمرت في غرف الملابس بعيد عن الكاميرات. فيها مواقف إنسانية بتغير مجرى حياة الأبطال، وده اللي هتشوفوه معانا في فقرة خلف الستار. كتير فاكرين الرياضة يعني الساحرة المستديرة وبس، لكن في برنامجنا احنا بنحتفي بكل بطل بيرفع علم مصر وبيعزف السلام الوطني بسببه في محافل دولية كتيرة قوي، من ملوك الاسكواش اللي سيطروا على العالم لأبطال اليد اللي بيشرفونا في كل محفل، لسباحين ومصارعين. دولة الرياضة هي بيت لكل لعبة ولكل مجتهد بيعرق عشان بلده. في برنامج دولة الرياضة هنلف الملاعب ونفتح الدفاتر القديمة ونرسم طريق الأبطال الجداد. العبد الله طبعا جمال سعد، ودي حكايتنا اللي لسه بتبدأ. هنروح لأبطال يعني مش عايز أقول يعني اتنسوا، ولكن احنا هنحط عليهم الضوء من جديد ونقول لهم انتوا موجودين ونكرمهم بطريقتنا من خلال برنامج دولة الرياضة. كل ما هو جديد وانتظرونا في دولة الرياضة.